السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه بقى؟ وماما نزلت النهارده السوق بقى، وانا بقى جبت الشطوره بقى اللي هتقوم تساعد ماما وتفضي لها الحاجه وتحطها في التلاجة وتغسلها الاول. لازم مفيش خضار بيتحط في التلاجة الا ما يتغسل. بقى البت المعفنه بقى اللي بتحطهم من غير ما يتغسلوا كده. يلا بقى تعالوا معانا نفضي الحاجه. خد الحاجه وتيجي قولي بقى. تقولي هي تقول دلوقتي. طبعا جت من السوق تعبانه بقى، قلت لها خليكي انا بقى هفضي الحاجه واحطهم في التلاجة. بنزل بالشركات والمكرونات. يا حبايبي عاملين ايه؟ سبب كل خميس بساعد اختي مع كل حاجه لوحدها. خدي بقى خدي الباقي اللي انت هتجيبيه ما تقطعيش الكبسه احنا عاوزينها. زي ما هي احنا طبعا بقى يا حبايبي هنفضيه التبن بتاع في المطبخ. بصوا البطاطس اسعار بقى ايه؟ اسعار البطاطس النهارده الكيلو ب20 جنيه. صراحه انا جايبه بطاطس الكيلو ب20 جنيه، والطماطم المستويه كيلو ونص ب10. قول لهم الطماطم يا جنى، الطماطم المستويه دي الطماطم المستويه اللي مع جنى دي كيلو ونص ب10، والحلوه الناشفه التانيه اللي هنغسلوها الكيلو ب10 جنيه. قول لهم التانيه. بصوا الطماطمية حاجة وناشفة ازاي؟ ده الكيلو ب10 جنيه. طبعا انا جبت 2 كيلو على ان ده بيبقى خزين الاسبوع كله عشان ما بنزلش السوق الا كل خميس بس. والبلح ده الكيلو ب20 جنيه. ودي مرتة. دي المرتة دي انا جايبة ايه؟ هو الكيلو المرتة بيعمل عامل 200 وحاجة، بس انا جايبة دي ب20 جنيه. طبق صغير كده. ودي وريهم بقى البتنجان والفلفل. بصي حبايبي البتنجان والفلفل. البتنجان بقى البتنجان كيلو ب10 جنيه، والفلفل الكيلو ب20 جنيه، بس انا جايبه ربع فلفل. ربع فلفل على قد كده. البتنجان بقى جايبه كيلو. وريتيهم البلح يا جنى. والليمون ده وريهم الليمون. فهو بقى ايه؟ انا جبت ليمون، جبت ربع ليمون عشان الليمون برضه غالي، بس بقى هو عشان الاسعار غاليه فاحنا ايه؟ جبنا بلح. الفرز عمال بياكل من غير غسيل. ودي مكرونه كيلو ب20 جنيه. ماما جبنا بلح بقى. وريهم ده جبنا بلح الكيلو ايه؟ الكيلو ب20 جنيه. جبت لهم برتقال وسفندي. ماشي يا خالد. ودي برتقال وسفندي. انا عشان بقى ايه؟ الحاجات دي ما بجيبش الا كل خميس بس. دي الحاجات دي كل خميس بس عشان ايه؟ الميزانيه بقى بتبقى ايه؟ بتبقى على قد كده. باباهم بقى بيديني بقى ايه؟ الميزانيه بمشي بقى حالي بقى الخميس بقى. نتقابل السفندي. الخميس طالع عندنا السفندي. ودي البرتقال. دي بقى جبنه ولانشون عشان سندوتشات المدرسه بتاعت اللانشون دي ب10 جنيه. الجبنه دي ب35 جنيه. خلوهم بقى ايه؟ الاسبوع كله بقى، لان طبعا المدرسه بتاعتنا عملوهم من المدرسه حاجه على قد بقى. ده اللانشون ده بعمله على بيضه، يعملوا بيه سندوتشات المدرسه، وحاجه بقى ايه؟ على قد يعني. ودي السفندي. السفندي ده الكيلو ب10 جنيه. ودي البرتقال برضه الكيلو ب10 جنيه. يعني حاجة على قدنا كده ان شاء الله، بس ادعمكم معانا ان شاء الله. وبلايكات واشتراكوا في ايه ده برتقال؟ هيجيب لهم اللي هم عاوزينه ان شاء الله. والخيار ده كيلو ب10 جنيه. الخيار ده هيدرسه حتى في البلاستيك. بقى البتنجانه الشطوره هي عمري. لقوني بقى ايه؟ جايه من السوق بقى، الدنيا بقى كانت عندنا بتشتري بقى محتاسه طينه وقرف. فلقيت جيت بقى لقيت رجلي بتوجعني. قلت بقى ايه؟ تعالي يا ماما وانا افضي مكانك. وهتقوم بقى دلوقتي يقعدوا تشوفوا معايا الحاجات دي بتاعت في الثلاجه اللي بتدرسوا. لازم نعملها الاول. يلا بقى خليكم معانا على المطبخ
وهي بتغسل الحاجه. بس طبعا البرتقال والسفندي هنحطهم كده في التلاجة من غير ما يتغسلوا. يلا حطي بقى البرتقال والسفندي والبتنجان والفلفل الناحيه التانيه. اخد هنا شويه. حطوه بقى في التلاجة من تحت. طبعا تلاجتنا دي هو يوم الخميس بس اللي بنحطوا فيها الحاجه دي، بقيه الاسبوع بقى بتبقى فاضيه مفيهاش بقى حاجه. حطي بقى البتنجان والمرط والجبنه واللانشون ده. يلا بقى معايا على المطبخ. شوفوا وهي بتغسل بقى، وهي بتغسل بقى، شوفوا وهي بقى ايه. يلا معايا على المطبخ بقى، خشوا ورايا على المطبخ. زي فريق احمد بقى بتاعك اللي تعمل تاكل ايه. ادخلي بقى المطبخ. نخش على البلد. ادخلي بقى جوه المطبخ. نجيب بقى نعمل لك الفراخ على بقى ونجيب الخضار. وبقى يا حبايبي انا جبت الطماطم الزين وقعدت الصفه وهحطها بقى ايه في الدرج بتاعها. بس لازم بقى تغسلها الاول عشان طبعا عندها اخوها بيروح يفتح الثلاجه ياكل اي حاجه من غير غسيل، طبعا ما ينفعش. لازم تغسلي الاول الحاجه كويس عشان لو فيها تراب فيها طينه عشان ما يجيش حاجه. حطيها بقى يلا فضيها بقى في الدرج واحده واحده. صفيها كده بايدك يلا بقى يا حبايبي ما تنسوش بقى تعملوا اعجاب ولايكات لجنى واشتراك في القناه عشان تدعموا جنى بقى كده، عشان جنى بنت الشطوره بتعمل كل حاجه. قول لها يلا يا امي يا بنتي اللي مامتك لسه جايه من السوق، قومي يلا اعملي مع ماما عشان ماما بتيجي تعبانه من السوق. كل بنوته حلوه بقى تساعد ماما وتقوم بقى مش تحت البطانيه بقى وتتفرج على الموبايل، تقوم تساعد ماما وتتنشط كده. يا ماي خدي يلا خدي التلاجة. ده طبعا مستحقني برضه. ازاي بقى بقيت البنات الكسولين اللي تحت البطانية. يا بقى ما بجيبوش جامد عشان لو جبته جامد هيتهري. يلا بقى تفتيح. شفتي يا حبايبي شفتي جنى شطوره ازاي. يلا بقى ادعموا جنى كده وبعد كده هنحط بقى اشتراك في القناه. اهم حاجه الاشتراك في القناه عشان احنا محتاجين دعمكم معانا. كده بقى لازم تاكلي كويس عشان تطلع منه. ده بقى خلي تخش التلاجة ما هو معايا ده وخلاص من غير غسيل. الخيال الصغير بيبقى طعمه احلى من الخيال الكبير. طبعا زي ما انتم شايفين كده خالد واقف معانا بيقول له بصوا الشاكوش هتجيبي على دماغه دلوقتي. هتجيبي على دماغه. اللي بقى جبنا الطماطم التانية الطماطم الناشفة كلها عصرة. طبعا احنا بنجيبوا طماطم مستويه ليه بقى؟ عشان المكرونه صينيه بطاطس كده محشي. اما الطماطم الناشفه سايبينها كده للاكل
السلطه. واللي جاي النهارده ايه بقى الروتين بتاعي بعرف ان كيف هشتري خضار ولا لا؟ الجنة بتعرف تغسل وتنضف ولا ايه؟ كمان خيار. بقى خلصنا الخضار وسيبناه. رأيكم بقى في الروتين بتاعي، لو عجبكم ابعتولي لايكات واشتراكات ومتنسوش تشتركوا في القناة. أشوفكم بقى في فيديو تاني.